لمحات من كيميت مع إسلام مكرم. يلا مثلا نشوف حكاية معركة قادش سنة 1274 قبل الميلاد. خاض الملك رمسيس الثاني معركة قوية في قادش ضد موتالي ملك الحيثيين، انتهت بنصر صعب. قتل فيه كبار قادة الجيش الحيثي ومن بينهم أقارب الملك نفسه. على الجانب المصري رمسيس الثاني شخصيا كاد أن يفقد حياته في المعركة لولا أن الإله آمون أيده بنصره. وبنشوف نقش على جدران معبد أبو سمبل بيبين أن الإله آمون بيمد ذراعه بجوار ذراع الملك ليساعده في إطلاق السهام على أعدائه. لما رمسيس رجع مع الجيش المصري لأرض الوطن، في شاعر اسمه بنتاور نظم قصيدة تحكي قصة المعركة بكل تفاصيلها. القصيدة دي موجودة على جدران معبد الأقصر، معبد الكرنك، ومعبد أبو سمبل. النصر كان كبير لكنه كان صعب جدا وما كانش حاسم، لذلك التوتر بين المملكتين على زعامة العالم القديم استمر. مات الملك موتالي، خلفه أخوه خاتوسيل على العرش. طبعا رمسيس ما كانش حابب ان هو يتخلى عن تفوق مصر السياسي والعسكري، وهنا تجلت عبقريته بقى الدبلوماسية. عقد أول معاهدة سلام مع ملك الحيثيين خاتوسيل بعد 16 سنة من الحرب. بعد كده يجي التطبيع، يعني حرب بعدين سلام بعدين تطبيع. ازاي رمسيس عمل تطبيع مع خاتوسيل؟ رمسيس تزوج إحدى بنات الملك خاتوسيل لكنه لم ينجب منها، وكان ده أول انتصار عسكري يتبعه انتصار دبلوماسي في التاريخ. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كيميت، أصل كل شيء.